بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض اللي هي الهيد بيس او الهير بيس اللي هي بتتلبس كطوق او كتاج، يعني بديل يعني للتاج يعني الفتره دي. طبعا انا ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاع البوكيه الكريستال. انا والله مش ناسيه، بس اعمله بس المونتاج وانتوا عارفين. وما تنسوش ان انا كمان عملت لكم اللي هي حاجه بسيطه، يعني اللي هي المروحه البسيطه دي. وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم حاجات مختلفه بقى زي اللي بتشوفوها، الحاجات اللي طلعت ترند. ده بقى كان شكله بعد ما خلص. يعني خلي بالكم ان انا اول مره في حياتي ان انا كنت اعمل هير بيس او هيد بيس بالمنظر ده، وما كنتش عارفه ان كل ده اللي هي العروسه بعتت لي صوره وقالت لي انا عايزه زيه. فبدات ان انا اعمل على هذا النطاق. قالت لي هتعرفي تعمليه؟ قلت لها والله يعني هحاول ونشوف ايه اللي هيحصل. الحمد لله عجبها جدا، وقدرت ان انا اوصل ان هو الاقرب حاجه للصوره اللي عملتها. اول حاجه هنحتاجها هو السلك. عايزه اقول لكم السلك ده بيبقى فيه منه رفيع وفيه سميك شويه. الرفيع ده حلو قوي ونقدر نتحكم فيه واحنا بنتني الايه بنتني يعني السلك عليه حلو قوي. لكن السميك ده هنحتاجه مثلا حتى كايه كأرضية، او اول حاجه اللي هي بتبقى اساس اللي هنعمل عليه. اول حاجه انا بعملها، يعني كنت بشوف ان هو بيبقى فيه دايره في اخر اي طوق منهم، تمام. فحاولت ان انا اعمل دايره كده صغيره اللي بيتحط منها الدبوس بتاع الطرحه اللي بيشبك في طرحه العروسه. فعملت اللي هي عملت دايره كده صغيره تقريبا على قد الكريستاله او على قد اللولي. وبدات ان انا الف السلك نفسه حوالين بعضه يعني. بص، هو الموضوع ممكن يكون مش محتاج شرح قوي كلام، بس هو محتاج فرجة اكتر. لو في تفاصيل مش واضحة او مش باينة بحاول اقرب لكم وابطأ على قد ما بقدر. طبعا للاسف الكاميرا كانت بعيدة شوية، فممكن يكون في حاجات مبكسلة او حاجات بعيدة. بس بصوا انا قربت اهو عشان تكون واضحة انا بعمل ايه. تمام. فانا هنا كنت بقيس على قد الطوق، طوق على قد دماغي. تمام. فانتوا ممكن تقيسوا برضو وتشوفوا انتوا عايزينها طولها ايه. بصراحة ما قستش بالمسطرة بعد ما قست على دماغي، فانتوا بقى شوفوا انتوا عايزينها ازاي يعني. تمام. خلاص عرفنا الطول اللي احنا عايزينه. في النهاية بقص الحتة الزيادة وبلفها وبتنيها برضو بالمنظر ده. تمام. بس بيبقى عامل زي حرف اليو كده. تمام. والباقي بقى كله بيتلف. ممكن تلفوه بايديكم، او ممكن لو انتوا عندكم القصافة بتاعة الاكسسوار دي هتبقى مفيدة جدا بالنسبة لكم. الحمد لله كانت عندي، كنت جايبها من فترة كبيرة جدا جدا جدا. طيب، عايزه اقول لكم ان وانا بجيب السلك ده قابلت حد يعني مش عايزه اقول المكان. قابلت حد في المكان ده يعني، او في البلد دي، لان انا بيني وبين كان ساعه. فكان ويتنج يعني، وعرفتني من صوتي. كنت حابه اشكرها لاني ساعتها سالت وانا هحتاج سلك قد ايه. فقالت لي البوكيه هيحتاج كتير سلك بكتير سلك. فانا بصراحه فعلا احتجت تاني. فكنت عشان كده بصراحه حابه ان انا اشكرها لو هي سامعاني دلوقتي. تمام. بعد كده بقى انا جبت السلك، اللي هو السلك ده بيتباع كقطعه واحده، وفي ناس بتقصه. القص ده حلو قوي بصراحه. بس انا بدات ان انا اربط بس اللي هو ايه، اول واحده فيها على اول حرف كده بلفه، فبيتربط معايا عادي بكل سهوله. بعدين جمعت كام لولي، او مثلا بقى انتوا تحطوا لولي او كريستال. لو التفاصيل مش باينه يا جماعه، بصوا انا بحاول ابطئ على قد ما اقدر، وهتشوفوها في يعني في اثناء الفيديو هتلاقيني بوضح كل شويه مرحله. تمام. كل اللي انا عملته دوب على قد عقله، او يعني اقل من العقله. بلف السلك عكسي، وبلف السلك بحيث ان ايه، مش عارفه اشرحها خالص بجد بان انا اوصل لكم الفكره. تمام. بصوا انا عملته كده بالظبط عمود، هيبان في قدام. لو انتوا شايفين ان هو مش باين قوي وايدي بصراحه مداريه، فهيبان. انا هحاول اعمل لكم زاويه تانية للتصوير، فهتكون واضحه وتمام يعني. انا بدات ان انا اسيب مسافه بين كل واحده واحده، على اساس ان انا هعمل ايه، لولي ولولي لولي 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 جنب بعض ارصهم. تمام. يبقى زي واحده. وبعدين انتوا ممكن بقى تمشوا كله مره واحده، يعني لولي والكريستال في او يعني في حبه حبه، مجموعه مجموعه. لو مش واضحه برضو هحاول افهمكم انا قصدي ايه. يعني انا بسيب عقله وبمسك اللولي بايدي. تمام. وبلفها ببرمها، بلف اللولي نفسه، فلما بيتلف بيعمل ايه، بيربط. تمام. فانا بمسك واحده وبلفها فبتربط معايا على اخر السلك، اللي هما الاتنين بيتلاقوا مع بعض.
وبلف السلك نفسه لفة كمان عشان يبقى تمام، وبزود بقى لولي تاني وهكذا. فانا بحط في السلك كذا لولاية جنب بعض عشان يسهل عليا في اللف. بصوا اهو، بمسك السلك من تحت وبلف اللولي فبيتربط معايا. يا رب تكون واضحة. بحاول ان انا اوضحها لكم. بصوا كده اللولي بالنسبه لي وقف. المفروض ان انا هعمل كده مع كل انواع اللولي اللي انا هستخدمه. هحتاج لولي حجم صغير وحجم وسط وحجم كبير عشان يعمل فوليوم معايا. هحتاج كريستال، في برضو حجمين كريستال. الموضوع بيوجع الايد يا جماعه، خلي بالكم لو اول مره تستخدموه ادوا لنفسكم وقت. بصوا انا بلف السلك اهو الناحيه التانية، يمكن كده الاضاءه وضحت شويه. يا رب تكون الفكره واضحه ليكم. وهغير لكم الزاويه بتاعه التصوير كمان، فالموضوع ان شاء الله هيبقى اوضح. طيب اللي هيقول استهلكتي كام خامات يا مي، هقول لكم ولا اعرفكم ولا اعرفكم بجد. انا جبت تقريبا لان انا جبت لده وجبت البوكيه الكريستال، فتقريبا ب100 جنيه بس سلك. تمام. واعتقد انا جبت تاني بعدها ب50 جنيه سلك تاني. تمام. وبعدين الكريستال كان عندي. انا كنت بجيب كريستال، كنت جايبه كريستال من فتره كبيره جدا بكميه، بس باذن الله لو نزلت القاهره قريب هصور لكم اماكن بيع الكريستال واسعاره ايه. تمام. واللولي برضو والحاجات دي عشان برضو تبقى عندكم خلفيه الاسعار دلوقتي ايه. تمام. الفيديو ده على فكره من فتره، فخلي بالكم يعني عشان ما تقارنوش بالاسعار دلوقتي. في ناس بتبيع السلك بالوحده، فانتوا بقى بيتعد بالوحده وبتعملوه. ممكن بقى تجيبوا البقره، انا مش عارفه بصراحه. انا جايبه السلك ده ابيض زي ما قلت لكم، في سميك شويه متين شويه وفي طري. الطري ده على فكره ما ينفعش يلبك الكريستال تماما، مش هيشيل. هو حلو قوي مناسب لكده. بحطها طبعا بعد برضو السلك ما بالنسبه لكم ما بينتهي، لو انتوا يعني جايبين زي بتربطوا اول واحده برضو وبتكملوا عادي. انا هنا بقى استخدمت ايه، قلت انا همشي كده. اول حاجه هعمل لولي واسيب مسافه، وبين كل واحده وواحده هحتاج الكريستال. طيب لقيت نفسي يعني تمام ماشيه مقضيه الغرض. كنت لسه بجرب، حاسه ان هو حتى شكله لطيف قوي كده. بصوا شكله كده بعد ما يعني بدأت ان انا يعني ابتدى يظهر شوية، بس عشان هنحتاج حاجات كتيرة وخامات كتيرة. بعدين بصوا ببتدي بقى اخد سلك تاني واعمل من الاول. هنا بصراحة الحتة دي ما اتصورتش بس هوضحها لكم اكتر. تمام. اللولي الكبير بيفرق جدا جدا. بيتباع مثلا بالواحدة او بالجرام بقى زي ما انتوا عايزين. تمام. برضو بنفس الفكرة بمسك اللولي وبربطه. بعدين بقى الفكرة بقى اللي كنت بقولكوا عليها ايه، انكم تجمعوا كله مع بعض. وانا لقيت قلت هعمل واحدة 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 مش هنخلص. طب ايه، طيب ما انا اشتغلت بقى في دي كلها تجميعات، بحيث اللولي الصغير والكبير والكريستال والحجم ده الصغير وكبير وكريستال. قلت اشوف شكله عامل ازاي، بدل ما انا كنت ماشيه ايه واحده ومسافه واحده ومسافه واحده ومسافه. فاهمين؟ دي اللي انا كنت بقصدها. وبلف السلك بالمنظر ده وبضيف واحده وبلفها وهكذا. المفروض هنمشي كده بنفس الطريقه دي. الموضوع بياخد وقت رهيب يا جماعه، يعني ممكن مش تخلصوه في يومها، ممكن تستخدموه يومين 3 ايام براحتكم. ده شكله. استخدمت طبعا هو ممكن يكون اوف وايت شويه على ابيض على الكريستال، الاتنين كلهم عملوا ميكس رهيب بصراحه. تسعيره يا جماعه هو هيعدي بصراحه كتكلفه وكخامات وكتعب وكمجهود، الموضوع فظيع. وهتضطروا تجيبوا طبعا نوعين من كريستال، حجم كبير وصغير. وهتجيبوا حوالي 3 انواع من اللولي زي ما انا عملت كده بالمنظر ده يعني. هنا سرعت شويه، بس انا بسرع الحته دي عشان لو مش كانت واضحه علشان تبان. بصوا بقى هنا، انا هنا حاسه الاضاءه والموضوع كان باين شويه. بصوا انا عملت ايه، اول حاجه الدايره من البدايه، وبعدين الحبل لحد النهايه ودايره كمان. تمام. وبربط لجوه، بربط لجوه. تمام. بعدين بقى بنضيف واحده واحده زي ما انا ضفت في الشمال الواحده واحده اللي هم الصغيرين. بعدين بقى انا جيت في اليمين قلت لا، طب ما انا احط كله مع بعضه بالمنظر ده والف كده مجموعات. لو عايزين مثلا تلفوا في النهاية بتاعة السلك، بتخلي السلك نهايته باصص لفوق للولي نفسه. تمام. هنا بقى اللي انا كنت ماشية بيها واحدة واحدة زي ما بقولت لكم. بصوا شكله. انا ايه، اللولي بلفه عشان يربط بالمنظر ده ويقف معايا الوقفة دي. تمام. هبتدي بقى ان انا بصوا ده بقى الزاوية اللي بقول لكم عليها.
موضحه كل حاجه. بصوا بقى المره دي يعني انا مش لاقيه اي زاويه خالص للتصوير غير ان انا اعمل كده. اهو مثلا دخلت لولي وسط. هو ده وسط على فكره، ده اللولي المتعارف عليه، بس انا عشان كنت مدخله لولي كبير قوي فهو تحس ان انت مستخدمه 2 لولي. تمام. اهو عملت ايه، السلك لفيته وهبتدي الف ابرم او الف اللولي نفسه. تمام خلاص لف معايا. تمام. هتلاقيني بطلع السلك الناحية التانية اهو بس، وكده وبنلف ده والسلك هيطلع معانا الناحية التانية. السلك يطلع نحط لولي او كريستال او اي حاجة احنا عايزينها او اي شكل من الناحية التانية اهو. يا رب تكون واضحة المرة دي. انا يعني حاولت ان انا اجيبها بكل الطرق وكل الزوايا وبلفه او ببرمه بالمنظر ده وبرجع تاني ازود. دي بقى المجموعات اللي انا بقول لكم عليها. تقدروا بقى يعني ايه، هتلاقي بقى من الصغير ومن الكبير وهكذا. تمام. اهم حاجه تحاولوا ان انتوا اول حاجه بتفرشوا ارضيه تمام يمين وشمال، مثلا لولي وكريستال وهكذا، وبعدين بتحطوا بقى اللي هو الوسط وبعدين الكبير. تمام. اعتقد ده سعره ممكن يوصل انا مش قادره اقول اسعار لان كل منطقه وكل مكان وكل سعر خامات ليه وقت يعني. مش قادرة اقول لكم ان هو ممكن، مش هقول من 350 لان هيبقى ظلم بجد يعني، لان في حاجات اصلا بتتباع اوريدي جاهزة بكده. على فكرة في حاجات ناس بتبيع حاجة زي كده بالظبط وتعدي 1000 جنيه. فيعني خلينا كده واضحين ان الموضوع مجهد ومتعب جدا. انا صوابعي قعدت فترة وجعاني جدا بسبب ان انا بربط بيها. برضو انتوا معاكوا ان انتوا ممكن تستخدموا القصافة بتاعة الهاند ميد لطيفة برضو. بصوا ده الحجم اللي انا بقول لكم عليه اهو. بصوا عديت السلك الناحيه التانية ولفيته وببرم. تمام. انا عامله كده من اول واحده. دي نفس الطريقه اللي انا مشيت عليها من اول واحده لاخر واحده. ممكن تمشوا بقى بمجموعات زي ما انا عامله كده دلوقتي. انا جيت هنا قلت طب ما انا هلف كده كام واحده عشان ازود تبقى دي ايه، زي قاعده كده. بصوا القاعده اليمين والشمال انت بتعملي ايه، عملت الصغير تحت عشان كده كده اوريدي هو مش باين. تمام. ما شاء الله عليا في الانجليزي مش عايزه اقول لكم يعني انا مش عارفه في ايه، شويه كلمتين حافظاهم عماله ارفكوا بيهم. انا اسفه سوري بجد يعني، سوري برضو. بصوا وبعدين بقى ايه، نبتدي مثلا نعلي بالكبيره شويه بس. تمام. يا رب تكون واضحه. عايزه اقول لكم برضو ان في حته كده في اخر يعني اللي في النهايه بتاعتها هقول لكم برضو تعمل ازاي. ده اللولي برضو الوسط، في اوف وايت وفي ابيض. خلي بالكم عشان كل عروسه وحسب طرحتها، في عروسه ممكن عايزه ابيض، في عروسه عايزه اوف وايت، فركزوا في حاجه زي كده. انا حاسه ان ده اسهل من اللي هو بيبقى طالع زي الشجره ده. تمام. هنا برضو ابيض. اتمنى تكون معايا لحد دلوقتي وما فصلتوش الفيديو وما ملتوش من الفيديو، ويكون هو بالنسبه لكم مفهوم يعني واضح بالنسبه لكم والمعلومه وصلت لكم. تمام. حقيقي انا مش قادره احدد انا صرفت قد ايه او كلفني قد ايه خامات، لان الموضوع كان في خامات كانت عندي اصلا وفي حاجات انا اشتريتها. فدي سبب المشكلة يعني ان انا مش عارفة عدد قد ايه يعني، بس كتير كتير بجد. هكمل بقى ده كله في الاخر. المهم ان الفيديو خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لما تشوفوني، وتعالوا على انستا وتابعوني على انستا يعني. تمام. ده كان شكله بعد ما صورته، وللاسف كنت مصوراه بالطول فما كانش مظبوط قوي، بس هو تمام وضحت الفكرة. اتمنى بجد يكون الفيديو ده خفيف عليكم وما يكونش طويل وممل. بس كده، شكرا.